السلام عليكم. كمية دناءة وحقارة وإجرام ما تتوصفش في حكايتنا النهاردة. المجرم خطط ونفذ وخلص، وبعد نص ساعة كانت الشرطة بتخبط على باب بيته. لو صاحي ركز معايا، لو هتنام طفي النور، غمض عينيك، استرخي واسمع معايا الحكاية. حكايتنا النهاردة في سوريا الجميلة الحبيبة، في سنة 2020، في قرية بيت سحن. ودي قرية زراعية هادية في محافظة ريف دمشق، في منطقة الغوطة الجنوبية، في بيت ياسر بشار الصعب، أو الشاب ياسر الصعب. شاب مكافح صبور، عنده 32 سنة، موظف حكومي ناجح في حياته، متجوز ومعاه 3 عيال، ولدين وبنت. الكبير بشار 11 سنة، بعد منه بنوتة هيفا 9 سنين، والصغير عبد الرحمن 5 سنين. وعنده عربية ملاكي كويسة بيروح وبيجي بيها الشغل، بيحوش ويحط القرش على القرش، بس هو مش بخيل. ليه؟ عشان عنده هدف وطموح في حياته، إن هو عايز يشتري شقة تمليك، لأن هو لحد دلوقتي قاعد في شقة بالإيجار. لحد ما في يوم من الأيام ظهرت شقة قدامه في نفس المنطقة، شقة دور تالت على الطوب الأحمر أو على العظم، يعني لسه عايزة تتشطب. بس في مشكلة، هو القرشين اللي معاه على قد الشقة، يعني لو حطهم فيها مش هيعرف يشطبها. فقال تمام، أنا معايا العربية أبيعها وأشطب بيها شقتي وهيتبقى معايا قرشين، العربية مقدور عليها، أروح وأجي مواصلات، وبعد كده ربنا يكرم واشتري لي عربية. المهم خلص في الشقة ودفع فلوسها وخدها وفرح بيها، وبدأ على طول تشطيبات. دخل على المحارة والسباكة والدهانات والكهرباء. كان على طول في طريقه، كان بيعدي على محل كهرباء كان عاجبه قوي، فنزل يتفرج ويسأل، يشوف الاسبوتات والابليكات والتقفيلات وحاجات شكلها جميل كده. المحل ده كان في منطقة اسمها الزاهرة، دي تبع دمشق، لأن دمشق محافظة وريف دمشق محافظة، بس الاتنين مكان واحد يعني. الفرق بين حي الزاهرة وبيت سحم اللي فيه بيت ياسر 15 كيلو. المهم اتفرج ياسر على الحاجات اللي في المحل، اللي في محل الكهرباء، وعجبته حاجات، وكان بيسأل على الحاجات الكويسة الغالية. فباين إن هو راجل يعني ذوقه حلو، وراجل دفيع، مش مشكلة الفلوس بس يجيب حاجة كويسة. صاحب المحل اسمه الحاج مصطفى، فسأل الحاج مصطفى قال له طب ما تعرفش كهربائي كويس يقفل لي كهربة الشقة؟ قال له في، أنا عندي ابني كهربائي ممتاز. قال له تمام يا عم مصطفى، إذا كان من يمتك أنت يبقى ماشي، أنت راجل شكلك راجل بركة، وشك فيه نور وقبول. وضحكوا وهزروا، والحاج مصطفى اداله الرقم بتاع ابنه، قال له تواصل معاه. المهم تواصل مع ابن الحاج مصطفى اللي هو محمد عمر، ومحمد عمر ده اسم مركب، فخلينا نقول عمر على طول. تواصل مع عمر الكهربائي واتفق معاه على الميعاد والمكان، واتقابلوا. راح له عمر البيت، قال له عمر هنجيب كذا وهنجيب كذا وهنركب كذا وانا حسابي كذا. فياسر لاحظ ان عمر يعني حسابه تقيل ومصنعيته كتيره، وفعلا عمر كان مزود على ياسر، لان هو شايف ياسر جايب حاجات حلوه وحاجات غاليه، فقال ده زبون سقع بقى، زبون كويس معاه فلوس اما زود عليه. ودون طماع. المهم ياسر من النوع برضو اللي بتحرج، وعايز يخلص نفسه ويخلص اموره طالما معاه القرش، فقال ماشي وافق. يلا اتفقوا وخلصوا الشغلانه، وياسر خلص شقته الحمد لله كل حاجه، ونقل عفشه وظبطها وتمام، ونقل في الشقه اخيرا. قعدوا فيها واتبسطوا العيال بشقتهم الجديدة، والدنيا حلوة. في يوم هو قاعد ياسر بعد أسبوعين 3 يا دوب لسه ناقلين في الشقة، لقى فيه صف سبوتات فوق في الصالة طفى. يشغل إيده يطفي، لأ ده وان طافي، ده فاصل خالص. قال طب العيب في إيه؟ العيب في الكهرباء ولا العيب في السبوتات نفسها ولا إيه؟ ده أنا دافع قد كده يعني، مش مسترخص ولا حاجة. المهم اتصل بمين؟ بعمر الكهربائي. قال له يا عمر أنا في صف سبوتات عندي طفى، ما تيجي تشوفه؟ قال له ماشي حاضر، أنا باجي لك لما افضى هاجي لك، اديني بس يوم ولا اتنين وهاجي لك. عدى يوم واتنين وتلاتة واسبوع، وعمر ما راحلوش. وفي يوم 30/6/2020 الساعة 6:30 الصبح،
ياسر في بيته نايم هو وعياله، لقى الباب بيخبط مرة و2 و3. إيه ده؟ قلق هو ومراته، مين اللي هييجي لنا دلوقتي؟ ده إحنا بدري أوي يعني. راح فتح الباب، لقى عمر الكهربائي ومعاه واحد. قال له: أستاذ ياسر صباح الفل. قال له: صباح الفل يا عمرو، إيه خير؟ قال له: أنت مش كنت قايل إن في ظباطات عندك عطلانة؟ جاي أبص لك عليها. قال له: جاي تبص لي عليها يا عمر الساعة 6:30؟ قال له: ما بصراحة يا أستاذ ياسر هو ده الميعاد اللي أنا بقبض فيه، لأن أنا بعد كده باروح الشغل، وأنت قايل لي بقى لك ييجي 10 أيام، فأنا قُلت آجي لك قبل ما أنزل الشغل بتاعي، أشوفهم لك على السريع، وبعدين يا عم حتى لو مش هاشوف لك الاسبوتات ولا أعمل لك شغل، نشرب كوباية قهوة مع بعض. الراجل اتحرج منه ودخّله، قال له: اتفضل يا عمر. دخل عمر هو وصاحبه. مين بقى صاحبه ده بقى؟ صاحبه ده اسمه محمد مرزوق، كان اشتغل مع عمر عند ياسر قبل كده، جه معاه يوم أو 2، كان مساعد، بيساعده، ما هوش صنايعي كهربا، هو بيساعده بس كده، يعني بيسترزق. عنده 20 سنة، محمد ده عنده 20 سنة، بس صحيفته الجنائية زفت، لأنه هو مسجل في قضايا تزوير وسلاح ومشي بطال، زيه زي عمر الكهربائي. عمر الكهربائي برضه عشان تكونوا عارفين، زي ما قُلنا شاب عنده 22 سنة، كان متجوّز قبل كده وعنده ولد 7 شهور، هو مطلّق مراته وعنده ولد 7 شهور، أبوه وأمه هم اللي بيربّوه، وماشي برضه مشي مش تمام، يعني يعرف واحدة من ورا أبوه وأمه ماشي معاها، أو متجوّزها عُرفي، وبيشتغل يوم أو 2 ويقعد أسبوع، أو ياخد شغلانة يخلّصها في أسبوع ويقعد لحد ما يخلّص فلوسها، وبعد كده يبقى يشوف شغلانة تانية، يعني مش تمام برضه. فهُم الاتنين زي بعض، اتلم المتعوس على خايب الراجل، والبنت اللي ماشي معاها عمر ومتجوزها عُرفي دي، تبقى بنت خالة محمد مرزوق، يعني الاتنين مش كويسين. المهم دخّلهم ياسر عنده جوّه في البيت، قعدوا في الصالة ودخل ياسر يعمل لهم القهوة. طبعًا البيت عند ياسر الصالة بينها وبين أوض النوم والمطبخ والحمام ستارة، عشان أهل بيته ما يتكشفوش على الغريب. فدخل لقى مراته صاحية، قالت له: "مين دول يا ياسر؟" قال لها: "ده عمر الكهربائي، كنت أنا مكلمه على الاسبوتات اللي عطلانة." فقالت له: "يعني هو ده وقته؟" قال لها: "مش عارف أعمل إيه، أنا لقيته جاي دلوقتي بيقول لي هاشوفهم." قُلت له: "ماشي، المهم اعملي لنا 3 قهوة." قالت له: "خلاص ماشي." ولّعت على القهوة وطلع ياسر بيتسامر معاهم شوية لحد ما القهوة تطلع. "إزيكم، عاملين إيه؟" عمر يقول له: "والله وحشتنا يا أستاذ ياسر، ده أنت راجل كويس، راجل محترم، إيه اللي عندك؟" قال له: "الاسبوتات اللي فوقيك دول، ال4 اللي جنب بعض دول عطلوا مرة واحدة." قال له: "ماشي هاشوفهم لك." وهُم بيتكلموا مرات ياسر ندهت القهوة، دخل جوّه المطبخ، خد منها القهوة وقال لها: "خُشي أنتِ نامي، هاخلّص أنا معاهم وهاجي لِك." المهم طلع ياسر بالقهوة لعمر ومحمد، بيحط القهوة قدّامهم على الترابيزة، ويتفاجئ بعمر وقف وطلّع سكينة من جنبه وقام جاي ادّى له طعنتين في جنبه. الله! بَص له ياسر وهو مستغرب ومش فاهم في إيه، قال له: "ليه كده يا عمر؟ خُد اللي عايزه بس ما تأذينيش أنا وولادي." قام عمر بكل برود وقام جاي مدّي له طعنتين في بطنه، وقع الراجل سايح في دمه، وهو بيُقع إيده وقعت السُكّرية، وصوت الوقعة وصوت وقعة السُكّرية في الأرض عملت صوت. يرُد عمر بصوت عالي: "ولا يهمك أبو الأيسار فدا عمرك." يعني بيتكلم عادي يعني، عشان لو اللي جوّه سمع حاجة يعرف إن الوضع برّه طبيعي، في حاجة وقعت وبيتكلموا مع بعض، ما فيش حاجة يعني. ودول قعدوا عمر جنب صاحبه محمد يشربوا القهوة، ما القهوة بقى اتعملت، وولّعوا سجاير ويتفرّجوا على الراجل وهو سايح في دمه قدّامهم. بل كمان عمر من جبروته كان حاطط رجله على دماغ الراجل وعمّال بيتفرّج عليه ويشرب سجاير وقهوة. حسبي الله ونعم الوكيل. وخلاص ياسر قدّامه بيتصفّى وفي النازعات، قام عمر مسك السكينة ودخل جري على مراته جوّه. "إيه في إيه، في إيه، في إيه؟" اتخضت من المنظر، قال لها: "بس ولا كلمة هاذبحِك، ادّيني كل الفلوس وكل الدهب اللي عندِك." بالفعل قامت الست طلّعت له من الدولاب كيس كده فيه 600,000 ليرة، و600,000 ليرة ده مبلغ مش كبير، يعني 600,000 ليرة يعني دول حوالي في 2020 كانوا $200، 210، ما يزيدش عن كده خالص، وحلق دهب وخاتمين و وليرتين دهب، يعني كل المسروقات دي عبارة عن $1000 بس. مش يكتفي بكده عمر، لأ، تحت تهديد السلاح
قطع عليها هدومها كلها وربطها إيد ورجل وغماها واعتدى عليها. وهو بيعتدي عليها صحى الواد الكبير بشار، طلع بره جري في الصالة، شاف المنظر، أبوه غرقان في دمه، ووقف جنبه محمد صاحب عمر. طلع عمر جري عليه، دخل على الولد، الواد خاف منه. وتخيلوا بيقول له ايه؟ قال له: عمو، انا عندي حصالة فيها فلوس وعندي عجلة على السلم، خدهم، خدهم بس ما تأذناش، لا انا ولا اخواتي ولا بابا وماما، خدهم. ما يرحموش، لا، يضربه. وهو بيضرب فيه صح اخواته، البنت والولد الصغير هيفا وعبد الرحمن، طلعوا قعدوا يصرخوا. مسكوهم عمر ومحمد ضرب، وبقوا يشوفوا أي حاجة يربطوا بيها إيديهم ورجليهم ويغموهم، حتى لو بهدومهم يقلعوهم هدومهم ويربطوا بيهم إيديهم ورجليهم. في الوقت ده تتخيلوا إن أبوهم كان لسه صاحي، ما ماتش. محمد المجرم اللي مع عمر أخد باله، قام مطلع من جيبه فرد خرطوش، كان معاه مسدس، يعني هو كان جاي ومعاه المسدس عامل حسابه على الجريمة. طلع من جيبه فرد الخرطوش وضرب ضرب ضرب في دماغ الراجل. قام جاي عمر داخل عليه بالسكينة، وقام جاي دبحه في رقبته باليمة الشمال عشان بقى يخلص عليه خالص. والراجل خلاص بيصارع الموت بعد ما شاف قدامه عياله وهم بيبكوا وبيتعذبوا، وسمع بودانه صرخة مراته: حسبي الله ونعم الوكيل. المهم، قام عمر واخد العيال مفرقهم، ساب عبد الرحمن الصغير في الصالة مع محمد جنب أبوه، وودى بشار الكبير في المطبخ، ودخل البنت هيفا في الحمام. ليه؟ عشان وهما ملمومين مع بعض عمالين بيصرخوا، فعشان يهدوا شوية. وقام جاي داخل على أمهم تاني، مكمل عليها ب17 طعنة، مش واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، 17 طعنة. خلص عليها، طلع الصالة لمحمد بره، قال له: خلص على الواد اللي معاك ده، اللي هو عبد الرحمن الصغير. فمحمد خاف يضرب نار عشان ما حدش يسمع، هو مجرم بس جبان شويه. مسك مفرش لفه على رقبه عبد الرحمن وقعد يخنق فيه. كان دخل عمر للحمام، احنا قلنا البنت في الحمام، دخل دبحها في الحمام من الوريد للوريد، والحمد لله ان هو ما اعتداش عليها قبل ما يذبحها. وقام رايح المطبخ عند بشار، نفس الكلام، دبحه من الوريد للوريد. وطلع تاني بره في الصاله، اتلقى محمد لسه بيخنق في الولد الصغير، فقال له: امسك انت من اليمه دي، ومسك هو من اليمه التانيه، وبيشدوا الاتنين قصاد بعض عشان يخنقوه. طفل عنده 5 سنين، الواد لحد دلوقتي لسه بيفلفص وما ماتش. قام ماسك السكينه وقام جاي دبحه جنب ابوه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. المهم، فتحوا الدواليب وطلعوا الهدوم، ملابس، اي حاجه قماش، اي حاجه تشب فيها النار، وكوموا، وقام جاي مولعين فيها النار، وفتحوا الغاز وخرجوا. وهم خارجين خدوا المفتاح معاهم، قفلوا من بره ومشوا. لا اله الا الله. المهم، نزلوا خدوا تاكس وراحوا حي الظاهره في دمشق. طلعوا بيت عمر، قسموا المسروقات مع بعض، وبعد كده نزل عمر بسرعه راح الشغل. طبعا عشان يثبت ان هو كان في الشغل، يعني ايه لو حصل في الامور امور، يثبت ان هو كان في الشغل. نص ساعه وتلاقي التليفون بيرن. مين؟ ابوه. قال له: انت فين يا عمر؟ قال له: انا في الشغل. قال له: طب يا ابني الشرطه جت سالت عليك. قال له: سالت عليا؟ وهم فين دلوقتي؟ قال له: مشيوا. قال له: طب بسرعه يا بابا، هات ابني معاك وتعالى قابلني تحت جسر الظاهره بعد ربع ساعه، ما ترنش عليا تاني، ربع ساعه بالظبط وتعالى استناني تحت الجسر. طبعا عمر بيفكر في الهروب، يهرب بره البلد. بالفعل بعد ربع ساعة عمر وهو واقف لقى تاكس جه وقف قدامه، ونازل منه أبوه وابنه، يا دوب لسه بيسلم وبياخد الولد، لقى اللي من وراه وقدامه وماسكينه. مين؟ الشرطة. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ده انا ما لحقتش حتى، ده انا ما كملتش الساعة. سلم نفسه ومسكوه، ويا دوب ما لحقش ياخد القلم الأولاني إلا وقال لهم: أيوه، أنا اللي عملت، أنا اللي قتلت وأنا اللي سرقت وأنا اللي حرقت، كله على طول وهو واقف، لأن هو عارف الشرطة بتاعت سوريا هتعمل فيه إيه. عارف إن هو لو راح فرع من أفرع الأمن، لا هو أحسن يعترف بلسانه من الأول. المهم، وكان معايا صاحبي محمد. صاحبك محمد؟ محمد مين؟ محمد مرزوق صاحبي. أتاري أبوه لما اتصل بيه أول مرة كانت الشرطة معاه، والشرطة هي اللي خلت أبوه يتصل بيه عشان يعمل له كمين ويقبضوا عليه. نصحيه.
المهم الشرطة بقى خلت عمر يعمل كمين برضه لصاحبه محمد، قالوا له اتصل بيه وخليه يجي يقابلك حالا. فاتصل بيه: يا محمد تعالى قابلني انا عايزك ضروري. ايه يا عمر في ايه؟ قال له بس تعالى دلوقتي حالا. ربع ساعة كمان وكان محمد واصل. نزل في المكان بيبص لقى اللي داخلين عليه يمين وشمال. محمد عرف ان ده كمين، طلع السلاح وضرب عليهم نار وطلع جري. دخل طبعا في الحواري والجناين واستخبى ورا شجرة في حارة صغيرة. المهم جابوه مسكوه. بس في حاجة غريبة في قصتنا، هما بعد ساعة تقريبا قبضوا عليهم الاتنين وحددوا المجرمين. طب ازاي؟ خد الصدمة، ان ياسر ابو الولاد ما ماتش وربنا كتب له عمره وعايش. يعني ياسر شاف الألم والقهر والحسرة وموت عياله وصريخ مراته وكل ده كان قدام عينيه. المهم قدر يقف على رجليه بعد ما المجرمين ولعوا النار وقفلوا الباب ومشوا. فتح شباك المنور وبدأ ينده على جيرانه وقال لهم الحقوني، محمد عمر الكهربائي قتلني. كان قاصد يقول الاسم عشان لو مات يبقوا عارفين مين اللي عمل كده فيه وفي عياله. الحقوني، محمد عمر الكهربائي قتلني. طلعوا طبعا الجيران جري يتلموا، راحوا قدام الباب. الباب طبعا طالع من وراه دخانة سودة. يخبطوا يخبطوا مفيش. طبعا المجرمين قفلوا وخدوا المفتاح معاهم والراجل جوه خلاص بيعاني بيموت. ياسر كسروا الباب ودخلوا. اتفاجئوا بالمنظر، الراجل ورا الباب غرقان في دمه، الابن الصغير جنبه مدبوح، الابن الكبير جوه في المطبخ مدبوح، البنت في الحمام مدبوحة. الحريقة في الصالة وداخلة جوه في الأوضة. فتحوا الأوضة تلاقوا مراته عبارة عن جثة متفحمة، ومنظر مأساوي مأساوي يقطع القلب. طبعا ياسر فيه الروح فسألوه ايه مين اللي عمل كده؟ قال لهم محمد عمر مصطفى الكهربائي في حي الزهرة في دمشق كده. طبعا بلغوا شرطة وإسعاف ومطافي والدنيا اتقلبت. جم طبعا خدوا ياسر على المستشفى في حالة يرثى لها بين الحياة والموت، وأخدوا الأربع جثث، 3 أطفال وأمهم، وشافوا طبعا مسرح جريمة شنيع. المهم ياسر ربنا نجده عشان يحكي لنا الحكاية ولحظات الرعب اللي عاشها ومر بيها هو ومراته وعياله. وحاليا هو ربنا شفاه وعافاه بدنيا، ولكن نفسيا ما ظنش، مستحيل بعد اللي شافه بعينه يبقى نفسيا كويس. ربنا يشفيه وياخد بإيده. المهم المجرمين اتمسكوا في نفس اليوم اللي هو في يوم 30/6/2020. اتحكم عليهم بالإعدام بعدها بشهر واحد بس 29/7/2020. وتأيد الحكم في محكمة النقض يوم 25/8/2020. ويوم 9/9/2020 تم إصدار مرسوم رئاسي بإعدامهم. والحمد لله في 15/9/2020 نفذوا فيهم حكم الإعدام وارتحنا من كلبين. كام نقطة كده عايز أقولهم قبل ما نختم. العامل الطماع اوعى تشغله عندك، لأنه هيفضل يطمع فيك وهيسرقك وهيزود عليك، وممكن يسرقك في خامات وياخد أكتر من حقه. ما تخلوش يطمع فيك، بلاش منه خالص يا سيدي، قول له شكرا مش عايزين. ومواعيد الزيارات والنبي يا اخوانا، يعني هل معقول يصح أنا في حد جاي الساعة 6:30 أفتح له وغريب، أفتح له باب بيتي وأدخله وأضيفه؟ طب ده اسمه كلام؟ النهارده صح معلش برضه قبل ما اختم، بنبارك لسوريا اتفاق وقف اطلاق النار اللي حصل النهارده مع قسد اللي هم اخواننا الاكراد. مبروك الاندماج في الدوله السوريه دوله واحده موحده، من اعلاها عند حلب وادلب والرقه الى ادناها عند درعا والسويدة والقنيطره باذن الله، ومن شرقها لدير الزور والحسكه والرقه للغرب عند اللاذقيه وطرطوس. لما تكون كيان واحد سليم متعافي محدش يقدر عليك، تقدر تقاوم عدوك وتنتصر عليه. أما لو في إيد بتوجعك أو رجل بتعرج عليها مش هتعرف تقاوم، اللي جاي يضربك هيهزمك. فإن شاء الله دي خطوة للأمام لسوريا موحدة وقوية تجمع كل الأقليات والأديان والطوائف كما كانت وستظل بإذن الله. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.